من القائد محمود مرضي. يرضى عليك يا ربي يا مرضي. هذه هي دعوات الأردنيين من أجل الفرحة الكبرى. المنتخب الأردني في أول نهائي في كأس العرب، كرة مباغتة والهدف الأول عالمي من أسامة طنان. أي جول، أي كرة، أي لوب، هذا تاريخ، هدف أسطوري هنا في مرمى لوسيل، في ملعب السحر. هنا يواصل استاد لوسيل نثر سحره في مباراة الكبار. مش ممكن على الهدف، مش ممكن على الجول. كيل بوت، كيل ريتي، جولاسو للمنتخب المغربي. 1-0 في 4 دقائق. كرة ملعوبة من أسامة طنان، كرة من أكثر من 50 متر. يا الله، هدف البطولة، بل هدف هو الأجمل في تاريخ كؤوس العرب منذ البدايات، بعودة الألوان الكحلة والبيضاء إلى عاد الألوان في نقل تلفزي حصري ومباشر وروعة في كرة مباشرة. يزيد أبو ليلى يباغت والمنتخب المغربي يفتح بوابة التسجيل. عالمي، عالمي يا طنان. أسامة جول، أسامة من 50-60 متر يباغت يزيد أبو ليلى في أجمل أهداف البطولة عبر تاريخه. 1 المغرب، 0 الأردن. البداية متميزة من الأسود. المغرب له الدراية، له التقاليد، له ثقافة النهايات، له الانتصارات في آخر السنوات. هنا تعودوا على المكسب، هنا تألقوا. من عام 22 حديت كرة وغيرت كرة من عنوان كرة قارية، كرة إقليمية، إلى كرة مونديالية عالمية. التاريخ يشهد برونزية الأولمبياد من السكتيوي، الشان بقيادة السكتيوي، كاس الكاف مع بركان يا سكتيوي، واليوم كاس العرب يا طارق. أمامي علوان 4 أهداف في صدارة الهدافين. جميل هذا الكعب، لمسة رائعة والتسديدة خطيرة. الله يا طنان، هدف عالمي يا أسامة. الله على هذه الكرة، من يصدق هذه اللقطة، من يصدق هذا المشهد، من هو صاحب هذه الركلة، من هو صاحب هذه القذيفة بعيدة المدى. المنتخب المغربي يتقدم، الأسود مبكرا بضربة بعيدة جميلة هائلة ولا أروع، كانت في اللقطة الأخيرة لمصلحة المنتخب المغربي. يا عيني على الكرة، لعاب كويري، كرة جميلة جميلة. طنان، يا عيني طنان الفنان أسامة على طريقة النجوم الكبار. من صاحب هذه الركلة؟ هل كان فان ديراما؟ لا. هل كان كريستيانو رونالدو؟ لا. من صاحب هذه الكرة بعيدة المدى؟ إنه أسامة طنان، إنه مغربي المولد، إنه لاعب الفريق الثاني، ولكنه يلعب في يوم النهائي. كم لديكم من نجوم، من مواهب، من كرة قدم ممتعة، من لمسات ساحرة، لعبة ولا أروع. الفنان أسامة طنان لعيب في نقطة ولا أجمل. لعب كويري في الكرة الأخيرة. الله على هذه الكرة، على هذه البداية، على هذا المشهد. المغرب عندما تصل إلى مباراة نهائية لا يمكن أن تبقى تكتفي بدور الفريق الوصيف، لا بد من اللقب بأي ثمن. عن طريق القائد المرضي صانع هدف الفوز في شباك الأخضر السعودي في الدور نصف النهائي. وراسية الرشدان، راسية الرشدان، كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة جدا. لا 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 يا تاريخ، اشهد يا تاريخ، دون يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، ان كن هنا حاضرا. يا الله يا الله يا بلادي، يا زين البلدان، يا بلادي، يا جنات على حد الشوف، يا ارض كريمة مضيافة، ارض كريمة مضيافة في الدقائق الاولى وبغاية الروعة من وحي الخيال. طنان ينسج خيوط المتعة والإبداع من وحد الخيال، يسجل كاف كاف كاف.
لجمالها ويا لروعتها ويا لحسنها، كحسن المغرب وجمال المغرب وروعة المغرب وإبداع المغرب. يبدع الطنان ليضرب موعدا مع التاريخ بأجمل أهداف العام وأجمل أهداف كرة القدم. وبوشكاش جديد، بوشكاش جديد. الله يا أسام الله، الله يا أسام الله. هدف في غاية الروعة من وحي خيال المغرب ومن نسج إبداع المغرب ومن فن فنون المغرب ومن جمال جماليات المغرب. اشحال يا بلادي واللافة واللسان يجي ويشوف. اشحال اشحال اشحال. اي والله اي والله لا يمكن التوقف عن الحديث عن هذا الهدف الجميل. اكبر هداف في الدوري ب4 اهداف. نرجع مغربيه. شوف الكرة غدارة غدارة. اوه شنو هذا؟ شنو هذا؟ كرة مغربية بالهندسة مدروسة. اي دلال يا مغربي يا متحدي. لا غير معقول غير معقول. هذا الحضور الثاني رائعة يسارية من نصف الميدان. مغربية. المغرب مدرسة كروية باستراتيجية عالمية. هات الصورة. شوف الكرة شوف الكرة الغدارة. هذه الشرارة كرة مرتدة من وسط الميدان يلف ويدور على طول. يزيد أبو ليلى فاته الختار في بداية المشوار. والمنتخب المغربي أكبر متحدي. تاج العرب قد يكون عند المغرب. يزيد يزيد وفعل المغرب ما يريد. والهدف الأول بألوانه الحمراء أسود الأطلس. يا سادة يا كرام.